السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو تاع اليوم راح نقدم لكم باذنجان باني بعجينة القلي، بسيطة جدا وسهلة للغاية. ما نعلق لكمش بزاف على خاطر الصور أوضح من التعليق. نحكموا باذنجانة واحدة إذا كنتوا في حدود 4 أشخاص. الباذنجان هذا ماهوش هذاك اللي يشرب الزيت ومن بعد يسبب لنا الكهيم هذاك، وانما غير بشويه تاع زبده ونذبلوه. هنا راني قطعته دوائر ودرت له الملح. نخليكم مع الوصفه. هذا النوع من الباذنجان ما يشربش الزيت، خاصة بعد ما نغمسوه في ذيك العجينة. وهنا نتحول إلى إنجاز العجينة اللي هي عجينة القلي. المقادير راكم تشوفوا فيها. عندنا حبة بيض وكاس هذاك الصغير تاع الشاي، حليب. أما التوابل كما حبيتوا التوابل، أنا درت فلفل كحل، بودرة الثوم، كركم، وشوية تاع بابريكا، وشوية ملح بطبيعة الحال. هذه أعشاب عطرية اختيارية، يعني فاكولتاتيف كما حبيتوا ديروها، حبيتوا ما ديروهاش. هنا نسيت باش نصور، درت مغرف تاع فارينة كبيرة ونص باكيت تاع خميرة الحلوى، نسيت باه نصور لكم. المهم الفارينة على حسب لا كونسيستونس تاع العجينة، على حسب طبيعة العجينة. كي تعرفوها تشوفوها يعني ديروا فيها فرشيطة شوكة وتشوفوا تمسحوا بيدكم، الا شفتوها ما تحركتش عرفوا بلي هذيك هذاك هو السمك تاع العجينة. كما راكم تشوفوا راني نزيد في الفارينة شيئا فشيئا، الدقيق شيئا فشيئا، حتى نحصل على السمك اللي راني نحوس عليه تاع العجينة. نزيد شويه، ما كملتش. هنا في لافورشة تبان، شوف دونك تحبس. هذه هي. كي نحضروا هذه العجينه نغمسوا الدوائر تاع الباذنجان كيما هكا فيها ونحطوها في زيت تكون سخونه. نخليكم مع المشاهده تاع الصور، خاطر الصور دائما احسن من التعليق، توضح الامور اكثر من التعليق. والباذنجان باني تاعنا راه واجد هنايا. شاهدكم في الجنة إن شاء الله بالصحة والهنا، وإلى فيديو آخر بإذن الله. سلام.